كفايه بقى قرايه من الكتاب. النهارده هقول لك على احسن طريقه تذاكر بيها، الطريقه اللي عمرك ما استخدمتها. لو انت جديد هنا، ازيك؟ انا احمد، طالب في رابعه طب، وده كورس ازاي تذاكر زي الرجاله. النهارده هقول لك ليه اغلبيه الطرق اللي انت بتستخدمها للمذاكره مش فعاله، ايه هي الطريقه الوحيده الصحيحه، وازاي تطبق الطريقه دي كمان. احنا دلوقتي داخلين على الامتحانات، بتعمل ايه عشان تذاكر؟ تفتح كتاب وتفضل تقرا الحاجات اللي انت قراتها قبل كده 20 مره، ولو انت طالب شاطر شويه تقرا من الملخصات اللي انت عملتها او الملاحظات اللي انت خدتها. ولكن الطريقتين دول غير فعالين تماما. عشان نقول الحق هم فعالين شويه، ولكن مقارنه بالحاجه اللي انا هقول لك عليها النهارده هم غير فعالين تماما. ايه اللي خلاني اقول الكلام ده بالثقه دي؟ في واحد امريكي اسمه جون دونالسكي، ده باحث، ما تخافش، ما عملش تجربه. هو جمع كل التجارب اللي اتعملت على المذاكره، وجمع كل الطرق اللي الطلبه بتستخدمها عشان تذاكر، وقسمها لثلاث تقسيمات: فعاليتها عالية، فعاليتها متوسطة، فعاليتها منخفضة. وخمن معايا وحط الهايلايتنج والقراءة مرة تانية والتلخيص في أنهي مرتبة؟ في مرتبة الأقل فاعلية. وده كان ملخص الكلام اللي قاله عن القراءة مرة تانية. Based on the available evidence, we rate rereading as having low utility. Although rereading is relatively economical with respect to time demands, when compared with other learning techniques, rereading is also typically much less effective. The relative disadvantage of rereading to other techniques is the largest strike against it, and it's the fact of the weighted most heavily in our decision to assign it a rating of low utility. يعني الراجل بيقول ان القراءة مرة تانية ليها فوائد، ولكن مقارنة مع باقي طرق المذاكرة فهي اقلهم فاعلية. ونفس الكلام ده ينطبق على الهايلايتنج وانك تلخص. انا مش عاوز اضيع وقتك في ايه هي الحاجات اللي مش مفيدة، فيلا نتكلم عن ايه هي الحاجات المفيدة. اكتيف ريكول. الاكتيف ريكول ده ببساطة هو انك تمتحن نفسك. تمتحن نفسك بعد ما تخلص مذاكرة، تمتحن نفسك على حاجة انت ذاكرتها من فترة، تمتحن نفسك قبل ما تخش الامتحان. على طول بيتهيأ لنا ان احنا محتاجين ندخل معلومات في دماغنا عشان لما نروح الامتحان نطلعها في الورقة، ولكن على العكس، انت لما تفضل تتمرن انك تطلع المعلومة من دماغك ده هيحسن من قدرتك انك تطلع المعلومات من دماغك في الامتحان. تعال اثبت لك ليه الاكتيف ريكول او انك تمتحن نفسك هي افضل طريقة تذاكر بيها. برضو من نفس البحث اللي بيجمع كل طرق المذاكرة، الباحث بيقول: On the basis of the evidence described above, we rate practice testing as having high utility. Practice testing is not particularly time intensive relative to other techniques, and it can be implemented with minimal training. Finally, several studies have provided evidence for the efficacy of practice testing in representative educational context. يعني هم توصلوا انك لما تختبر نفسك دي احسن حاجة ممكن تعملها لتعلمك، لانه ما بيستخدمش وقت كتير، ولانك مش محتاج تتدرب عليه. يعني في الهايلايتنج مثلا انت مش عارف انت بتهايلايت ايه، انت ماشي بالقلم وعمال تلون. في التلخيص انت مش عارف ايه المعلومات اللي تسيبها وايه المعلومات اللي تاخدها. اما في انك تختبر نفسك فانت مش محتاج تتدرب على اي حاجه، فلذلك انك تختبر نفسك هو احسن حاجه تعملها. في دراسه كمان مثيره للاهتمام اتعملت على مجموعه من الطلبه الجامعيين، جابوا 4 مجموعات من الطلاب وادوهم حاجه يذاكروها، وطلبوا منهم كل مجموعه تذاكر بطريقه مختلفه. المجموعه الاولى طلبوا منهم انهم يقرأوا الحاجة مرة واحدة، المجموعة التانية طلبوا منهم انهم يقرأوا الحاجة 4 مرات، المجموعة التالتة طلبوا منهم انهم يقرأوا الحاجة مرة واحدة وبعدين يعملوا عليها خرائط ذهنية، والمجموعة الرابعة طلبوا منهم يقرأوا الحاجة مرة واحدة وبعدين يمتحنوا نفسهم عليها. وطلبوا منهم برضو انهم يقيموا اي طريقة من الاربعة هتكون اكثر افادة ليهم. الطلبة تنبأوا ان القراءة 4 مرات هتكون اكتر حاجة هتفيدهم، ولكن بعد ما خدوا الامتحان ظهرت النتائج ان الفرق بين المجموعة اللي اختبرت نفسها والمجموعة اللي قرأت الحاجة 4 مرات هو 10%. ال10% دي هي الفرق بين انك تخش تجارة وبين انك تخش طب. فاختبر نفسك اكتر. فازاي تستخدم الاكتيف ريكول في انك تحسن من مذاكرتك؟ وانت قاعد بتقرأ من الكتاب، خلص صفحة واقفل الكتاب واسأل نفسك: أنا قرأت إيه دلوقتي؟ إيه أهم المعلومات اللي موجودة؟ لو أنت راجل محترم تجيب ورقة وتكتب عليها كل حاجة فاكرها من اللي أنت قرأته في الصفحة دي، وبعدين تكمل. تيجي امتحانات السنين السابقة وتقعد تحلها، بدل ما تقعد تاخد ملاحظات تاخد أسئلة. يعني وأنت بتتفرج على فيديو شرح أو أنت قاعد بتقرأ من الكتاب ما تقعدش تكرر المعلومات، ولكن اسأل نفسك عنها. اسأل نفسك ايه تعريف الحاجة دي؟ ازاي الحاجة دي بتأثر على الحاجة دي؟ موضوع الأسئلة ده أنا شفت تأثيره عليا أنا شخصيا. من السنة دي ابتديت أطبق نظام جديد، بدأت أعمل لنفسي أسئلة في كل حاجة. يعني أنا مثلا دلوقتي الامتحان الجاي عندي جراحة، فأنا عامل ملف على نوشن اسمه جراحة، فبخش على ملف الجراحة الاقي قدامي كل الموضوعات بتاعة الجراحة من اول الزايدة، الغدة الدرقية، قرحة المعدة. فمثلا نخش على قرحة المعدة هلاقي قدامي أسئلة: تعريف، الأسباب، ايه هي الأعراض، وافضل أسأل نفسي. ما بخشش أقرأ، بخش أسأل نفسي السؤال ده وبعدين أكشف الإجابة وأشوف نفسي أنا كنت بعيد قد ايه عن الإجابة أو كنت قد ايه قريب منها، وبعدين ببقى عارف ايه الغلطات اللي أنا بغلط فيها،
فبرجع تاني اذاكرها دي قبل غيرها، وبكده انا بكون طبقت الاكتف ريكول.